السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة مع فيديو جديد من العلوم، والنهاردة هنعمل تجربة التدرج في الكثافة. لكن قبليها احب اعرفكم بشماعتي ديت. عملناها الفيديو اللي فات ولحد دلوقتي لسه شغالة، يعني ما شاء الله نشيطة. تعالوا بقى سؤال: العسل اتقل ولا الميه؟ 5 ثواني كده. صح، العسل. طيب الميه اتقل ولا الزيت؟ صح، الميه. يبقى احنا لو حطينا ده عسل جلوكوز فمش باين قوي في الكوبايه. لو نزلنا بيه بميه ملونه كده اعتقد ان هو هيبان شويه بعد ما الميه اتحطت. وبعدين حطينا شويه زيت. مش قلت لكم العسل اتقل، بعدين الميه الملونه عادي اي ميه، وبعدين الزيت. فاحنا كده عملنا قزح. عاوزه اجرب احط ميه تاني فوق الزيت. هتنزل؟ الله، شكلها حلو. بصوا لما بنحط ميه بتنزل برضو، بتخترق الزيت وبتنزل للميه. لو انتوا بقى عاوزين تعملوا التدرج ده باي رقم تقدروا عادي، المهم بس تعرفوا الكثافه. ان شاء الله تعملوه ب20 طبقه. طبعا لو حطينا لبن هيكون ما بين الميه والزيت، لكن انا مش حابه اكتر عشان دي كلها مواد غذائيه، العسل والميه والزيت، وهنقدر نفصلهم عن بعض لكن هيكون في شوائب فمش هيكون سهل ان احنا نستخدمهم من جديد. فعشان كده استخدمت كوبايه صغيره و3 درجات بس. لو حطينا بقى ايثانول اللي هو الكحول هيكون فوق الزيت عشان هو اخف من الزيت. ولو حطينا شراب الذرة هيكون ما بين العسل وما بين الميه. ولو حطينا صابون مواعين هيكون ما بين العسل وما بين شراب الذرة. لكن الكلام ده طبعا كلها مواد غذائية فأنا مش حابة أكتر. أما الغازات السائلة فهتكون فوق الإيثانول، يعني هي أخف من الإيثانول. وطبعا أسهل طريقة إن انتوا تفصلوا المكونات دي عن بعضيها هي الساجة. معايا هنا حتة خشبة ولباية ومشبك ورق. تعالوا نشوف دوت. اعتقد هيقف عند الكلاكوز. نشوف ده هيقف عند انهي. اعتقد الكلاكوز فعلا. ودي الكلاكوز. ايه ده؟ اكيد مش اخف من الزيت. يعني ايه يعني برضه ديت؟ لا بتهزروا يا جدعان. دلوقتي هنجرب نحط غطاء ازازة، والمفروض ان هو يطفو على المية، يعني ينزل عن الزيت. اعمله كده ولا كده؟ لا، الناحية التانية. ايه دوسي ده؟ كده عليه بايدك. لو اتمنى مية هيطفو، لو اتمنى زيت هيطفو. دوسي عليه تاني، خليه يطفو. دوسي عليه. ايوه طفي على المية، والغطا كده ما بين الزيت والمية. وانا حطاه الدبوس وبرضو نزل تحت. الحاجة اللي ممكن تطفو على المية هي الحاجة اللي اقل كثافة من المية واكتر كثافة من الزيت. والحاجة اللي تطفو على الزيت هتكون حاجة اخف من كثافة الزيت. والجلوكوز مش باين خالص اللي هو ده. اهو شايفين الدبوس ده اللي ماتوا؟ الدبوس الحتة الحمراء بتاعته راحت للجلوكوز، والمشبك الورق هو كمان نزل للجلوكوز. الحاجة اللي هتكون ما بين الجلوكوز والمية الحاجة اللي اكتر كثافة من المية واقل كثافة من الجلوكوز، وهكذا بقى. اوه واو، الشمعة انطفأت. حلو قوي كده.
وكده نكون عرفنا الكثافات. نشوف بقى حاجات جديدة ان شاء الله في المستقبل. الحاجات ديت هحافظ عليها علشان وقت ما احب اجرب اعمل فيها حاجات ما استخدمش مكونات جديدة، عشان ممكن ساعتها مثلا اي حاجة ممكن ساعتها ما تزعق لي عايز. فانا دلوقتي هشيل دول وفي اي وقت اعمل تجربة تاني. انا بس عاوزة اشيل الحاجات اللي فيها. يلا بقى سلام.